بعنوان القضية: الأهلي بيغلب سيراميكا كليوباترا العنيد جدا في الملعب، ويعود الأهلي للانتصارات المتتالية رغم سوء الأداء اللي كان قدام المقاولين. لكن الأهلي قدر إن هو يتجاوز مطب سيراميكا كليوباترا الصعب، وشابوه بجد لأيمن الرمادي على المباراة الرائعة اللي قدمها سيراميكا كليوباترا قدام النادي الأهلي. هنتكلم عن كل الأحداث اللي حصلت بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، وليه سيراميكا كان متفوق في الملعب والأهلي غلب. وكمان هنتكلم عن فوز الزمالك على بيراميدز في نص نهائي كاس مصر، وصعوده لملاقاة النادي الاهلي في نهائي كاس مصر الموسم اللي فات. هنتكلم عن كل ده في حلقة جديدة مع الباش لعيب دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك عزيزي المشاهد. وقبل ما نبدأ حلقتنا لازم كلنا نصلي على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وما تنساش إخواتنا في فلسطين من دعائك، يا رب انصرهم نصر عزيز مقتدر، وارحم أمواتهم واجعلهم من الشهداء يا رب العالمين. وما تنسوش لو عجبتكم الحلقة تدعمونا بشير ولايك للفيديو، وكمان سبسكرايب للقناة. ويلا بينا. مع استمرار العروض القوية اللي بيقدمها الكابتن أيمن الرمادي مع سيراميكا كليوباترا، وخاصة بعد الفوز الكبير قوي اللي قدمه قدام بيراميدز بثنائية نظيفة، كان بيأمل إن هو يقدم مباراة كبيرة قدام النادي الأهلي، خاصة مع سوء وتراجع الأداء بتاع النادي الأهلي بعد خروجه من نص نهائي السوبر ليج الأفريقي قدام صن داونز، وكمان الأداء السيء رغم الفوز قدام المقاولين. كابتن ايمن الرمادي ذاكر الاهلي كويس، وبص على ابرز عيوب النادي الاهلي، وهو ان لما بيبقى فيه فريق ضاغط على النادي الاهلي ضغط متقدم باكتر من لاعب، النادي الاهلي ما بيقدرش ان هو يطلع بشكل كويس بالكوره، وعنده الاثنين سواء نمره 6 او نمره 8 بيتلخبطوا، بيبقى عندهم ميس باص كتير وبيلجأوا للكره الطويله. ولو عندك اثنين مدافعين طوال بيقدروا ان هم يمنعوا تأثير الكرات الطويله على دفاعك. وده اللي عمله كابتن ايمن الرمادي بالظبط، وكمان خلى الضغط بتاعه بيتحرك ككتله واحده. الست لعيبه اللي كانوا بيلعبوا في الشق اللي قدام كله بيتحركوا ككتله واحده، سواء كان على اليمين احمد القندوسي او حتى على الشمال زلاكا، وقدامهم جون ايبوكا، ووراهم محمد ابراهيم، والاثنين اللي كانوا بيلعبوا في مركز 6 في الارتكاز سواء محمد توني او حتى محمد عادل. الستة دول كان مهمتهم ان هم يتحركوا ككتله واحده، يضغطوا على لعيبه النادي الاهلي ويرجعوا كمان ككتله واحده. وده اللي خلى لعيبه النادي الاهلي ما يقدروش ان هم يسيطروا على نص الملعب، خاصه ان الستة دول كان بيقابلهم اثنين بس اللي هم اليو ديانج ومروان عطيه، لتوظيف كولر امام عاشور في مركز جديد هو مركز نمره 10. امام عاشور ما كانش عنده واجبات دفاعيه، وكان عنده مهمه خاصه ان هو يتحرك كنمره 10 من اليمين والشمال. امام عاشور برز ولمع اكتر في مركز 8 ناحيه الشمال، لكن لما انت خليته يتحرك كنمرة 10 ده افقده كتير من خطورته، وكمان اثر على الصلابة الدفاعية لنص ملعب النادي الاهلي. وكانت النتيجة ان كان كل الكرات اللي بيلعبها لعيبة النادي الاهلي الطويلة بتروح لمدافعين سيراميكا كليوباترا. وشفنا اثار الكلام ده في اول ربع ساعة. سيراميكا كليوباترا جاله فرصتين في اول 10 دقايق كان ممكن يسجل منهم جونين. كرة لزلاكا طلعها محمد الشناوي ببراعه شديده جدا، وكمان كوره لاحمد القندوسي جات له عرضيه من ناحيه اليمين لعبها بدماغه، صدها محمد الشناوي خبطت في القايم الشمال ليه، وبرده صدها ببراعه شديده جدا. ولغايه الوقت ده ما كانش لعيبه النادي الاهلي دخلوا جوه الجيم. دخول لعيبه النادي الاهلي بصعوبه ده اللي خلى الكور الطويله اللي كان بيلعبها لعيبه النادي الاهلي ما كانش قدامهم متنفس غير بيرسي تاو. وهنا عايزين نقف لحظة قدام بيرسي تاو اللي لعب في مركز المهاجم الصريح مكان أنتوني موديست. شفت بيرسي تاو بيتحرك في كل حتة من الملعب، بيرسي تاو بيقاتل على كل كورة عشان خاطر يستلمها ويوزعها لزمايله سواء على اليمين أو على الشمال ويستفيدوا بيها قدام. لكن الحاج موديست لعب اكتر من مباراة مع النادي الاهلي لا شفناه بيستلم كورة ولا بيباصي كورة ولا حتى بيشوط كورة، حتى الجون اللي جابه خبطت في اكتر من لاعب قبل ما تخش جوه الجون.
كمان طاهر محمد طاهر والمجهود الكبير اللي عمله طاهر في استرجاع الكوره مع اكرم توفيق، في ان هو كمان يحاول يعمل تناغم ما بينه وما بين بيرسي تاو، خلى لعيبه النادي الاهلي يطلعوا لقدام بعد التلت ساعه الاولانيه، رغم ان كان في عشوائيه كبيره جدا في الاداء وما كانش فيه اداء جماعي، ومعظم الاداء كان بيعتمد على تحركات بيرسي تاو وعلى الكوره اللي بيلعبها امام عاشور تشيب من فوق مدافعين سيراميكا كليوباترا اللي بتروح لبيرسي تاو. ورغم كل ده سيراميكا طبعا كان الاجهز، وسيراميكا كان الاخطر وكان متماسك اكتر في نص الملعب، الى ان جاء ياسر ابراهيم في الضربه الركنيه وسجل الهدف الاول للنادي الاهلي. الجون ده الكره ملعوبه من طاهر بصراحه وحش، لكن اللي احياها هو محمد عبد المنعم، وان هو يلعبها بالكعب عشان تروح على رجل احمد عبد القادر تخبط فيه وتنزل قدام ياسر ابراهيم اللي بيسجل في الجون الفاضي. جون الاولاني للنادي الاهلي عكس سير اللقاء تماما، الاهلي ما كانش عنده اي فرص محققه قبل الجون ده، والجون ده ادى لعيبه النادي الاهلي ثقه اكبر وشال ضغوط كتير من عليهم وتحسنوا بشكل كبير جدا بعد الجون ده. ولاعيبه سيراميكا كليوباترا تراجعوا كتير في الاداء وابتدوا يضغطوا لورا بشكل كبير جدا، ويبان للنادي الاهلي استحواذ اكبر في نص الملعب وزاد استحواذه عن سيراميكا كليوباترا. لكن تظل الخبره هي المشكله عند لعيبه سيراميكا كليوباترا، وده اللي خلى لعيبه النادي الاهلي يقدروا ان هم يطلعوا الشوط الاولاني كسبانين 1-0. وابرز ما يميز لقطات الخبره هي الكوره بتاع الانفراد بتاعت احمد القندوسي وجون ايبوكا في اخر دقيقه من الشوط الاولاني، كوره انفراد 2 على 1 اتصرفوا فيها بكل بطء، وده اللي خلى اكرم توفيق ان هو يقدر يلحق جون ايبوكا ويخليه يتطرف بالكوره عشان يشوطها بره المرمى خالص. الشوط الثاني الكابتن ايمن الرمادي عمل حركه صايعه قوي، هي ايه؟ ان هو جاب احمد القندوسي من على اليمين وخلاه كمهاجم تاني او 9.5 كده ورا جون ايبوكا، وادى حريه اكبر لمحمد عادل ان هو يزيد لقدام عشان خاطر تتغير طريقه اللعب ل 4-1-4-1، وده اللي خلى سيراميكا كليوباترا يمسك كوره بشكل كبير قوي على لعيبه النادي الاهلي ويبتدي يضغط بشكل قوي جدا على لعيبه النادي الاهلي. شفنا فرصه بتضيع من محمد عادل بتيجي في القائم الايمن لمحمد الشناوي بسبب عدم ضغط لعيبه نص الملعب على حامل الكوره، ودي المشكله اللي عند النادي الاهلي الازليه. التسديدات اللي بتيجي من بره منطقه الجزاء اللعيبه بتاعه النادي الاهلي خاصه المدافعين والديفندرز ما بيقدروش ان هم يضغطوا على حامل الكوره وبيتاخروا، فبتدي مساحه للعيبه اللي معاها الكوره ان هي تشوط على محمد الشناوي. الكرة دي جت في القايم وكانت تسديده رائعه جدا. الكرة كمان بتاعه الجون بتاع احمد القندوسي والبصه البينيه اللي من بعيد من محمد ابراهيم وقدر يوصل بيها لاحمد القندوسي، عدم ضغط ياسر ابراهيم واليو ديانج وكمان معاهم اكرم توفيق على احمد القندوسي هو اللي خلاه يشوط بالاريحيه دي ويسجل هدف رائع جدا عشان يقول لكولر انا هنا. احمد القندوسي في 6 مباريات مع سيراميكا كليوباترا قدر يسجل 5 اهداف واسيست وحيد، على العكس تماما مع النادي الاهلي ومع مارسيل كولر السنه اللي فاتت طوال الموسم ما قدرش يسجل غير 4 اهداف بس. ده يوضح قد ايه احمد القندوسي ما كانش بيتوظف صح مع مارسيل كولر، ولو كان اتوظف صح كان ممكن يؤدي اداء كبير جدا يفيد النادي الاهلي السنه دي. والاول مره من فتره تغييرات مارسيل كولر تبقى فعلا مؤثره، تغييراته اللي انعشت خط هجوم النادي الاهلي خاصه بخروج احمد عبد القادر اللي ما بانش طوال المباراه وتحس ان هو مش شايف قدامه رغم اصراره ومشاكله ان هو عايز يلعب، الا انه برضه بيلعب لنفسه. يعني في كره في الشوط الاولاني كان رايح هو لوحده وسط 5 لعيبه، طب انت لو مستني تعمل ايه يعني وسط 5 لعيبه؟ هترقصهم كلهم؟ ده ميسي نفسه يعني ايه برضه عشان ياخد خطوه زي دي لازم يفكر قبليها. يعني خروج احمد عبد القادر وامام عاشور اللي تراجع مستواه كتير جدا مع بدايه الشوط الثاني ونزول محمد مجدي قفشه وحسين الشحات ادى انتعاشه كبيره جدا لخط هجوم النادي الاهلي. كمان لما غير مركز طاهر محمد طاهر ودخله كمهاجم مكان بيرسي تاو ونزول كريم فؤاد ادى انتعاشه كبيره لخط هجوم النادي الاهلي، وابتدينا نشوف فرص كتيره للنادي الاهلي. وساعد على كده كمان طرد رجب نبيل. رجب نبيل كان عنده انذار، والكره دي بصراحه انا شايفه تدخل عنيف وملوش لازمه ومتسرع، ولو كان عنده خبره ما كانش هيخش الدخله دي ابدا وياخد الانذار الثاني ويطرد عشان ايمن الرمادي يغير فكره تماما من ان هو كان بيضغط على النادي الاهلي ضغط متقدم لان هو يستنى
النادي الاهلي في نص ملعبه، وطبعا مع الضغط العالي اللي كان عامله لعيبه النادي الاهلي، وكمان التغييرات اللي عملها مارسيل كولر وانتعاشة قفشه وكريم فؤاد، قدروا ان هم يسجلوا في بلس 90 سمة النادي الاهلي على مر العصور، ويوريك قد ايه روح الفانلة الحمراء بتبقى موجوده في الملعب. قفشه اقصر واحد في الملعب بيطلع يلعب كوره بدماغه، وبيلعبها بالعرض كريم فؤاد بشماله اللي هو اصلا ايمن. طبعا هدف جميل جدا من محمد مجدي قفشه، رغم العقوبه اللي تعرض ليها والغرامه اللي هو تعرض ليها لاعتراضه ان هو اتغير في اخر مباراه مع النادي الاهلي، لكن يظل محمد مجدي قفشه من اللعيبه المخلصين جدا لتيشيرت النادي الاهلي، واللي يستحقوا ان هم يكملوا مع النادي الاهلي ان شاء الله لسنين لقدام. الموسم بقى الثاني على التوالي الزمالك بيواجه بيراميدز في نص نهائي كاس مصر، وتحس ان الاحداث بتتكرر بتاعه الموسم اللي فات بالظبط، لكن مع قلب الاوضاع. الموسم اللي فات الزمالك كان غالب، وقدر بيراميدز بعد الطرد ان هو يتعادل ويروح لضربات الجزاء ويغلب الزمالك ويواجه النادي الاهلي في النهائي. لكن على العكس تماما بيراميدز السنه دي بسكواد اقوى كتير جدا من نادي الزمالك، كان غالب الزمالك 1-0 من اول 10 دقائق، وضيع سيل من الفرص، خاصه كمان وجود لاعب من اللعيبه الافارقه الاقوياء جدا المهاجمين، اللي انا مستغرب استهتاره بالانفرادات الكتير اللي هو ضيعها في السومايلي. الانفرادات الكتير قوي اللي هو ضيعها دي كانت غريبه وبشكل عجيب جدا. باتشيكو غبائه خلاه يروح للوقت الاضافي، كان عنده فرصه كبيره جدا ان هو يخلص على نادي الزمالك من الشوط الاولاني، لكن الزمالك باصراره وبعزيمته باصرار منقطع النظير، اصرار مش هتلاقيه في لعيبه زي لعيبه بيراميدز اللي راحوا بيراميدز عشان خاطر الفلوس، لا، اصرار لعيبه الزمالك، لعيبه بتلبس تيشيرت بيشجعوا ملايين. هو ده اللي بيميز الاهلي والزمالك والاتحاد والاسماعيلي عن فرق زي زد وفيوتشر وبيراميدز. هو ده اللي بيميز الانديه الشعبيه عن انديه الشركات. تظل دي انديه شركات حتى لو كان نادي بيراميدز ملوش شركه في مصر، لكن يظل هو نادي مستحدث في الكره المصريه، ونادي زي نادي الزمالك عريق جدا بالنسبه له. اصرار لعيبه الزمالك رغم الخطه الدفاعيه والصلبه اللي كان عاملها باتشيكو كان عامل خطه 4-3-2 في الحالة الهجومية، وبتتحول ل 4-5-1 في الحالة الدفاعية. لكن معتمد جمال اللي كان عنده إصرار مع لعيبته إن هم يتجاوزوا المحطة الصعبة دي قدام بيراميدز، اللي ابتدى بخطة لعب 3-4-3 وحولها في الشوط الثاني ل 4-2-3-1، كان أثرت بشكل كبير جدا تغيير الخطة على فريق الزمالك، وابتدينا نشوف ليه فرص خطيرة جدا، خاصة مع نزول محمد عبد الشافي. وانا بصراحة كأهلاوي بحب محمد عبد الشافي جدا، واول ما شفت محمد عبد الشافي بينزل الملعب قلت الزمالك هيغلب. ليه؟ لان محمد عبد الشافي ده راجل طيب جدا وراجل محترم، وربنا بيكرم الزمالك طول ما بيلعب. كل ما بيلعب محمد عبد الشافي ربنا بيكرم الزمالك، سبحان الله. وفعلا ده اللي حصل بالظبط، الزمالك يتعادل في الدقيقة 92 طبعا بسبب اخطاء من لعيبه بيراميدز. لعيبه بيراميدز كان قدامهم فرصه ان هم يسجلوا اهداف، لكن هم باستهتارهم وبالتعاون مع باتشيكو ضيعوا الفرصه من ايديهم، خاصه مع نزول احمد توفيق. احمد توفيق نازل يطرد من قبل ما يلعب، اول تدخل ليه في المباراه خد انذار، وما كملش ربع ساعه خد الانذار الثاني والطرد. يستمر احمد توفيق في الكوارث الكرويه اللي بيعملها، وكانت تبديله غريبه جدا ان انت تطلع لعيب زي الكارتي وتنزل مكانه احمد توفيق، حتى لو الكارتي بنص رجل افيد لك من احمد توفيق في الملعب. كان ممكن بدل ما تنزل احمد توفيق تنزل سيف فاروق جعفر، كان ممكن انت عايز لعيب في نص الملعب كان ممكن تنزل سيف فاروق جعفر، سيف اهدى بكتير جدا من احمد توفيق. لكن طرد احمد توفيق مع اصرار لعيبه الزمالك قدر دونجا يسجل هدف التعادل في الدقيقه 92 عشان نروح للاشواط الاضافيه. ورغم بدايه بيراميدز في الشوط الاضافي الاول بان هو يسجل هدف بالكربون من الهدف اللي جابه في السومايلي في احداث الوقت الاصلي، قدر برضه مصطفى فتحي يسجل نفس الجون تقريبا قدام نادي الزمالك، لكن قدر الزمالك ان هو يتعادل ويسجل عن طريق صفقته اللي مركونه بقالها سنه تقريبا سامسون اكينيولا، يتعادل لنادي الزمالك عشان نروح بعد كده للشوط الثاني ويتقدم حتى بيراميدز
بالجون الثالث، ويتعادل برضو الزمالك عن طريق نبيل عماد، وتروح المباراة لضربات الجزاء بالنسخة بالكربون لمباراة السنة اللي فاتت. لكن السنة دي يستطيع نادي الزمالك ان هو يفوز على نادي بيراميدز 4-3 في ضربات الجزاء، عشان خاطر يضرب موعدا مع النادي الاهلي في نهائي كاس مصر القديم، ويبقى ديربي القاهرة في الموسم الجديد في نهائي كاس مصر. وبس دي كانت كل تحليلاتنا وتعليقاتنا عن مباراتي الاهلي وسيراميكا وكمان الزمالك وبيراميدز. مبروك للنادي الاهلي العوده للانتصارات المتتاليه، وان شاء الله باذن الله يوم 11 الاهلي يقدر ان هو يغلب الجونه قبل ما يروح للتوقف الدولي، ويعود المصابين ان شاء الله باذن الله بالف سلامه عشان خاطر يدعموا صفوف النادي الاهلي للماتشات اللي جايه اللي ورا بعضها الكتير، سواء في بطوله افريقيا او حتى في الدوري المصري. كمان بنبارك لنادي الزمالك الفوز على نادي بيراميدز وضربه لموعد جديد في نهائي كاس مصر ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. هيبقى مباراة قوية جدا جدا جدا، وديربي ما بين الاهلي والزمالك. مهما كانت ظروف الاهلي او ظروف الزمالك، تظل مباراة النادي الاهلي ونادي الزمالك مباراة قمة في الكرة المصرية. ما تنسوش لو عجبتكم الحلقة تدعمونا بشير ولايك للفيديو، وكمان سبسكرايب للقناة، واستنوني في حلقة جديدة مع الباش لعيب، والسلام عليكم.